مساء الفل. اول ماتش للاهلي في الدوري، واول 3 نقط مهمين للاهلي الموسم ده. مهمين ليه؟ مهمين لكذا سبب. اول حاجه، امام عاشور اثبت نفسه بعد الماتش اللي فات بتاع النهائي السوبر الافريقي. تاني حاجه، رضا سليم برضو اثبت وجوده. دي حاجتين مهمين، الصفقات الجديده تدخل عندك في الفرقه وتثبت وجودها وتثبت للجماهير ان هي لعيبه كويسه ولعيبه يجي منها ولعيبه تقيله. ده اول حاجه. تاني حاجه، انت عندك المصري فرقه عنيده هي وعلي ماهر، فانت كده كسبت 3 نقط مهمين من فرقه غلسه زي ما بيقولوا، او فرقه تقيله. يعني هي غلسه، هي حلوه غلسه، هي بصراحه غلسه. ومدرب غلس ممكن كان يخسرك نقطه او نقطتين او ياخد منك ال3 نقط كلهم يعني. فده في حد ذاته مكسب تاني. المكسب الثالث ان انت كسبت اول ماتش ليك بعد النهائي السوبر الافريقي والخساره هناك في السعوديه. فده برضو مكسب معنوي للعيبه. انك تبدا الدوري بمكسب دي حاجه حلوه. كده كده الاهلي هياخد الدوري. كده كده يعني الاهلي لو خسر الدوري يبقى هو اللي هو اللي سابه لبيراميدز. الاهلي وبيراميدز هم المتحكمين في الدوري السنه دي. احنا الزمالك احنا مفيش خالص. فلو الاهلي هو اللي خسر الدوري يبقى ساب الدوري لبيراميدز، غير كده هو الاهلي هو اللي مسيطر على الدوري وهو اللي هياخد الدوري وكل حاجه. فالدوري السنه دي هيبقى دوري ممتع بين الاهلي وبيراميدز. هيبقى في كوره حلوه في الدوري السنه دي بين الاهلي وبيراميدز. بس مفيش حاجه تاني. الباقي كله بقى بيلعب بقى في الثالث ورابع وخامس والتخبيط ده كله. لكن ككوره الاهلي وبيراميدز هيعملوا ماتشات حلوه السنه دي ويعملوا موسم جامد قوي السنه دي. وممكن لو الاهلي خسر نقط بس ما اعتقدش يعني كتير، ممكن يبقى بيراميدز يخش معاه ويناطح معاه، بس في الاخر برضو الاهلي هو اللي هياخد الدوري. دوافع اللعيبه وجهاز فني وجماهير واداره وكل حاجه في الاهلي اعلى كتير من اي نادي وبالاخص بيراميدز. ان شاء الله كده نشوف كده ماتش الجاي باذن الله الزمالك وبيراميدز ونتكلم بعديه كده ان شاء الله. شكرا.